لما بدات اتعلم نفسي انجليزي من حوالي 15 سنه كده ما ذاكرتش كلمه في الجرامر، حرفيا ما جيتش جنب قاعده واحده. وبعد سنه من التعلم كنت بقرا وبكتب وبتكلم وبفهم كويس، وده لاني ما اعتمدتش على الطرق التقليديه بتاعتنا واللي هي قايمه على الحفظ والتلقين بس. وفضلت كده لغايه ما دخلت الصحافه والبي ار. وقتها ذاكرت شويه قواعد كده، حاجات بسيطه تمشي الشغل، لان لقيت ان تعلم الجمل في الانجليزي هو افضل بدايه وافضل طريقه عشان تحسن الانجليزي بتاعك او حتى تتعلمه من الصفر بعكس اللي بيقوله لك. مش بس كده، لانه ممكن يساعدك تلاقي شغل افضل، تعدي من انترفيو خايف منه، يساعدك في سفر. وطبعا لو فريلانسر ومش عارف تتواصل مع عملاء بيتكلموا انجليزي فعلاقتك وتواصلك هيتحسنوا جدا. وكل ده من غير ما تقعد ساعات طويله تحفظ جرامر مش فاهم منه حاجه ولا عارف تطبقه، وحتى في حاجات مش هتستخدمها طول عمرك، وبالتالي بعد سنين تعلم مفيش نتيجه. فخليك معايا للاخر وهفهمك كل حاجه. عشان نبقى صراحه مع بعض، تدريس الانجليزي عندنا مستوى في الارض، ومش دلوقتي بس، لكن ده من زمان قوي، لانه قايم على التلقين اولا، وثانيا التركيز على كل حاجه مش هتخليك تتكلم كويس. وشوف بنفسك كام واحد اتخرج وما بيعرفش كلمتين على بعض، في حين تلاقي واحد تاني علم نفسه بنفسه بيتكلم كويس جدا. لان اسلوب المدارس بيركز على كل حاجه ملهاش دعوه بانك تتكلم انجليزي، لكن تتحول لآلة حفظ، حافظ كلمات مش مرتبطه ببعض، حافظ قواعد اخر مره استخدموها ايام تشارلز ديكنز والهارد تايمز والحاجات دي. وكل اللي بتبقى شاطر فيه انك تتصيد اخطاء ملهاش اي 30 لازمه ولا مؤثره في المعنى، ده غير ان انت اصلا ما تعرفش سلانج. لذلك التعلم بالشانكس، وده اتكلمت عنه في حلقه تعلم كيف تتعلم، هي افضل طريقه لتعلم الانجليزي بلا منازع، لانك بتتعلم باي دوينج، بتتعلم بالممارسه. وهنا تيجي اهميه الكتاب ده، لانه مش هيديك بس كلمات تحفظها ولا جرامر تعبي بيه دماغك بلا هدف، لكن مواقف وجمل تقدر تتعلمها بسهوله. ده بتاع الشغل بس. اللي هنتكلم عنه النهارده ده خاص بالشغل، بالبزنس انجلش. فتعالوا نفتح العلبه ونعرف فيه ايه جوه الاول قبل ما نتكلم عن اهميه التعلم بالشكل ده. علبه حلوه جدا على فكره، هي اتبهدلت شويه على ما وصلتني، هي بس مجهده شويه. الكتاب اشتغل عليه صديقي العزيز عدنان عنتر ومحمود عبيد، والحقيقه المحتوى بتاعه ثري جدا. بص حتى الكتاب لسه ما فتحتش حاجه. العلبه فيها الكتاب ده اللي هو الكتاب اللي انت الاساسي يعني، اهو الكتاب عاملينه بيزنس جدا وحاجه زي الفل يعني. الحقيقه المفروض كنت اصور من فوق بقى واعمل لكم حركات، بس الكتاب اهو، كتاب حلو جدا. هو اصلا كان باعت لي المحتوى بتاعه في وقت كده وهو بيعمله، كنا اتكلمنا فيه، فانا عارف فيه ايه جوه. كمان الكتاب بيجي معاه كتيبات مجانيه، دليلك لاتقان البيزنس انجلش. فكر بالانجليزيه، تحدث بالانجليزيه، اهم المحادثات في البيزنس انجلش، واخيرا الانجليزيه للسفر. ده كل اللي وصلني، بس هو وعد بحاجات تانية هتضاف للباكج في المستقبل. بس هي الكتيبات دي مهمه جدا، يعني مثلا كتاب السفر هتلاقي فيه اهم المصطلحات اللي هتحتاجها في المطار والفنادق. كمان في كتيب تاني هتلاقي 20 موضوع عن البيزنس. وكتيب التفكير بالانجليزي هساعدك تتخطى عقبه التفكير بالعربي والتحدث بالانجليزي. عارف انت الحته دي، تفكر بالعربي وتترجم وبعد كده تتكلم انجليزي، هيقضي لك عليها او هيساعدك تتخلص منها يعني. كمان الكتاب والهدايا مسجلين بامريكان اكسنت، عشان انت لو عايز تطور الاكسنت بتاعتك للناس اللي بيحبوا الاكسنت يعني. وطبعا هيدوك اكسس عشان توصل للتسجيلات دي. فيا ريت تستغل الفرصه وتطلب الكتاب ده النهارده قبل بكره، حلو جدا.